بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا اليوم مقبلات في شهر رمضان المبارك. راح أستخدم أوراق الدجاج وأفصل الجزء العلوي من الورك عن الدبوس. في هذه الوصفة راح أستخدم دبابيس الدجاج فقط. راح أغسلهم جيدا وأتخلص من الجلد. في طنجرة على النار رح ننزل ببصلة مفرومة مع ملعقة كبيرة سمنة. رح أضيف أوراق الغار وبعدين أنزل بدبابيس الدجاج وأضيف عليها الفلفل الأسود وبهارات صحيحة هيل وكزبرة وفلفل، ثم أضيف اللتر من الماء المغلي وأغطي لحين الاستواء. 6 حبات متوسطة من البطاطا تقشر وتقطع وتسلق. عند استواء البطاطا تهرس وتوضع على جنب. أما دبابيس الدجاج رح نفصل اللحم عن العظم مع الاحتفاظ بعظم الدبوس. وفي بولة رح أنزل بلحم الدجاج والبطاطا وكوب من جبنة الشدر المبشورة وملعقة صغيرة من الكاري والبابريكا، واللي بحب الحار رح ننزل بنص ملعقة صغيرة من الشطة وملح ونخلط الجميع مع بعض. وهيك عندي خلطة البطاطا جاهزة وعظام الدبوس جاهزة. راح آخذ كرة من البطاطا وأفردها براحة إيدي وأضع فيها عظمة الدبوس وأغلقها وأعطيها شكل الدبوس. وعند الانتهاء من الكمية راح أعفر دبابيس الدجاج بالطحين وأتركها على جنب. وراح أحضر صحن فيه بيضتين وراح أخلطهم جيدا، وفي صحن آخر كوب من القرشلة. راح أضع دبابيس الدجاج في البيض ومن ثم في الكرشلة، وهيك حتى أنهي مقدار الدبابيس. وفي مقلاة على النار بها زيت قلي راح أنزل بالدبابيس وأحمرهم. وهيك أصبح لنا طبق المقبلات جاهز. قدمته مع الخضار السوتيه وزينته بخطوط من دبس الرمان. وإذا الوصفة عجبتكم لا تنسونا من اللايك والشير وتشتركوا بالقناة، وإلى اللقاء في وصفة جديدة. مع السلامة.